عايز اقول حاجة لشعب مصر كله. انا مصري زيكم بس انا مش جبان. انا عملت حاجات كتيرة جدا، وساعة 11 دخلت بفيديو بوشي خربت الدنيا على النت، وما لقيتش ولا راجل، لان اصلا مفيش رجالة. اصلا مفيش رجالة. المهم، هديكوا الدليل دلوقتي. ارجعوا كده اكتبوا على النت للناس الجهلة اللي ما تعرفش حاجة عن الشدة المستنصرية. ده كان حد زي العرس كده، ما هو ماسك البلد. كان حد ماسك الدولة وجوع الناس وحط عليهم ضرائب كتير جدا، وفضل يرفع يرفع يرفع، ودخلت البلد في مجاعة. ايه اللي حصل؟ وصلوا ان هم كلوا الكلاب والقطط وخلصوا على الحيوانات اللي في الارض. ده في مصر. اه والله في مصر. هتعرفوا الكلام ده من خش ويكيبيديا او اسألوا على النت، اسألوا مدرسين التاريخ هيقول لك صحيح الكلام ده. بعد ما خلصوا على حيوانات البلد، ابتدوا يحطوا خطاف، وبقوا ياكلوا بعض، واللي يعيا فيهم كانوا بيموتوه ياكلوه، عشان تبقوا فاهمين. والاطفال كانوا بياكلوا الاطفال، لدرجة ان في ناس ذبحت ولادها. طبعا ده مستحيل تصدقوه. ده حصل. ده حصل. عندكم دكاترة جامعية قسم تاريخ تقدروا تسألوهم. عندكم النت لو مصدقينه اسألوه، اسألوا جوجل. هيطلع لكم زمن الشدة المستنصرية، اللي هو الزمن اللي هو لأول مرة في التاريخ الكرة الأرضية يحصل ده في بلد. فاهمين؟ يعني هم كلوا بعض. تخيلوا بقى المصريين كلوا بعض، وصلت للقتل، وإنك تاكل جارك. تمام. وإنك ما تقومش على الحاكم. تخيلوا قمة جبن المصريين عاملة ازاي. طب هو نفس المصريين دول هم نفس اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. طب ما انت بنتك حضرتك بتتعذب في المعتقلات وبيغتصبوها وبيعملوا معاها الصح، وانت اريال رافع الاريال. انت كشعب رافع الاريال. ما انت كده كده، ما انت ما عندكش رجاله. انا مش بقولها مش بشتمكوا، لا دي حقيقتكوا. اللي هيغلط دلوقتي او اللي هيقول مش عارف ايه، لا راجع تاريخك وراجع نفسك، شوف ايه اللي بيحصل دلوقتي في البلد وانت ساكت. انت دلوقتي داخل في مجاعة اهو، مش لاقي تاكل وساكت. الناس اللي اتقتلت فيكم قد ايه، واللي اعتقلوا قد ايه، كتير الاف مؤلفة. عملتوا حاجة؟ لا. انت مقتنع بنفسك ان انت راجل؟ بأمانة الله انت مقتنع ان انت راجل؟ اهالي الوراق دلوقتي قايمة حريقة ومبهدلة الدنيا، حد وقف معاهم؟ لا. عرفت انك مش راجل؟ المفروض تكون عرفت.